إذا مساء الخير سيداتي وسادتي في هذا اللقاء، حيث سنتناول موضوع الساعة، وهو أن المغرب عازم على الانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا للسيدات الذي كان مقررا تنظيمه في مارس المقبل. السؤال الذي يطرح الآن والذي يحير عقول المغاربة وهو: هل سيتعرض المغرب للعقوبات من الكاف إذا قرر الانسحاب من هذه الكان؟ الجواب هو لا ولا ولا. لماذا لا؟ لأنه ولحسن الحظ لا فوزي القجع ولا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تصادق بشكل رسمي على أي قرار لتنظيم كأس إفريقيا للسيدات. إذن هذه هي كلمة السر. القجع أعطى ضمانات وأعطى وعود بأنه سوف ينظم كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب، ولكن الواقع يقول بأن المغرب من حقه الانسحاب. ألم تنسحب السنغال من نهائي كأس إفريقيا للأمم أمام المغرب وتلقت مجموعة من العقوبات السخيفة؟ فمن حق المغرب أن ينسحب من تنظيم كأس إفريقيا للسيدات، إنها قارة الانسحابات. نعم، لن يتعرض المغرب لأي عقوبات من الكاف، هذا بشكل قانوني. والدليل أن الآن موتسيبي رئيس الكاف يعيش تخبطا لم يعرفه من قبل. بالأمس خرجت نائبة وزيرة الرياضة في دولة جنوب إفريقيا، وهي الدولة التي ينتمي إليها موتسيبي، تقول بأن جنوب إفريقيا هي التي سوف تقوم بتعويض المغرب. إنها ما يسمى برقصة الديك المذبوح، لأنه وبعد مرور أقل من 24 ساعة يخرج وزير الرياضة في جنوب إفريقيا وينفي ذلك الخبر تماما في بيان رسمي، ويقول إن قرار جنوب إفريقيا تنظيم كأس إفريقيا للسيدات تعويضا للمغرب لا أساس له من الصحة. واش غير أجي أنظم كأس إفريقيا للسيدات ولم يبقى على الموعد إلا 15 يوما؟ فأضاف بأن جنوب إفريقيا لا يمكنها تنظيم هذا الكأس نظرا لضيق الوقت ونظرا لمجموعة من العقبات التي تواجهها جنوب إفريقيا حاليا فيما يتعلق باللوجستيك ومقر الإقامة. وكذلك أضاف بأنه يتعين عليه أخذ الموافقة من المدن التي سوف تستضيف هذه الكأس. نفى نفيا قاطعا بعزم جنوب إفريقيا بتنظيم كأس إفريقيا للسيدات. هذه نقطة تحسب لفوجي القجع. نعم، يجب رد الصرف ويجب رد الصاع صاعين. إذن هنا سوف تتنحى جنوب إفريقيا. الكرة الآن بيد المغرب عليه أن لا يتراجع عن قراره. ليس هناك أي تنظيم لكأس إفريقيا للسيدات. نعم، ليس هناك أي تنظيم لكأس إفريقيا للسيدات في المغرب. لا الجمهور المغربي ولا الشعب المغربي موافق على هذا القرار. لا يمكن أن كما يقول المثل الديب كدوز عليه واحد المرة ماشي جوج. لا يمكن أن ينظم المغرب كأس إفريقيا للسيدات ببساطة لأن هؤلاء القوم لا يستحقون. أين هو الناموس؟ أين هو البعوض؟ أين هو حسام حسن؟ فلتنظمه السنغال أو الجزائر أو مصر. انتهى انتهى انتهى. لا لتنظيم أي كأس إفريقيا في المغرب سواء اليوم أو غدا. هذا الموضوع انتهى بالنسبة لنا. المشكلة الثانية وهي أنه هناك تخبط في الكاف. ليس هناك أي دولة لحد الآن قبلت بتنظيم كأس إفريقيا لسنة 2028. إثيوبيا وحدها من قامت بالمحاولة، ولكن المشكلة أن إثيوبيا بنفسها عندما تريد أن تلعب في إقصائيات كأس إفريقيا
فهي تتجه إلى بلدان غير إثيوبيا، لأن إثيوبيا ليس بها ملاعب تخضع للمعايير الدولية. هذا انتصار ثاني للمغرب، ليس هناك رحمة ولا شفقة. إفريقيا انتقمت من المغرب، فالمغرب يجب عليه أن ينتقم. الكاف الآن في ورطة، ليس هناك من ينظم كأس إفريقيا للسيدات، ليس هناك من سوف ينظم كأس إفريقيا لسنة 2028. لا توجد أي دولة قامت بتقديم طلبها للترشح لهذا الحدث. المغرب يجب أن ينأى بعيدا عن مشاكل هذه القارة. لسنا هنا، نحن هنا رويدة السكور، رويدة السكور. أما كيقولوا القجع رجع هو التريتور ديال إفريقيا. ما غنظموا والو، ما خصنا والو، دينا غير المشاكل، دينا التهمة. وكذلك يجب على المغرب أن يقوم بوضع مجموعة من الدول، أقول مجموعة من الدول، وهي موريتانيا، السنغال، غامبيا ومالي. هذا ما يسمى بدول غرب إفريقيا، كلها اتحدت بصوت واحد ضد رفع أي عقوبات ضد السنغال بعدما زالت النهائي. هذه الدول الأربعة يجب على المغرب أن يضعها في كما كنقولوا إكلاسيها، يضعها في واحد الكلاس. مثلا قد تدور الأيام ويحتاجون إلى اللعب في إقصائيات ويحتاجون إلى ملاعب المغرب. لا وألف لا، هذه الدول يجب أن نضع عليها نقطة سوداء، علامة كروة، ما نعرفهم ما يعرفونا، وكفى المؤمنين شر القتال. إذا هذا هو خبر اليوم، أن الكاف يعيش في مأزق حقيقي بسبب تهديد المغرب بالانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا للسيدات. وهذا هو الذي يجب أن يقوم بفعله المغرب والسيد فوزي القجع. كفى من التساهلات، كفى من حسن الضيافة، كفى من الكرم الزائد، كفى من كل هذه. أنا أراها مجموعة من التملقات التي لن تعود على المغرب بأي نفع. الكاف بفضل التنظيم الأخير لكأس إفريقيا دخلت موارد مالية مهمة بسبب الإشهارات، وبسبب أن هذه النسخة كانت يعني فريدة من نوعها. والمغرب فوق ذلك سوف عليه أن يدفع أكثر من 600 ألف دولار بسبب عقوبات الهزيلة التي فرضها على المغرب. واش نتوما احمقتوا ولا شنو؟ واش غير اللي جاي يبقى يستمع لينا حنا حيط قصير؟ واش حنا حيط قصير باقي غير الموتسيبي والزبانيه ديالو يجيو يستمعوا لينا؟ ايوا حنا الصدمه راه باقا فينا، حنا باقا فينا الصدمه ديال نهائي كاس افريقيا. وهادي شكون غادي يحيد لنا؟ الشعب المغربي كامل تصدم، كامل مغدور. كنقولوا الغدر، هذا هو الغدر. اذا كان الغدر فهذا هو الغدر. إذا لا للتنظيم لأي شيء متعلق بإفريقيا فتنظمه الجزائر، وتنظمه السنغال، وتنظمه مصر، وتنظمه كل الدول التي تدعي بأنها دول نزيهة وتحارب الكولسة وتحارب التحكيم وتحارب. تاج المغرب ينظم عاد بنت لكم الكولسة والتحكيم والجن الزرق ومصيبة. ما شفنا موراكم غير الفيضانات. نهار جاو الأفارقة يلعبوا عنا هما الفيضانات هشتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يعمل شي ساعة شي تاويل الخير. وكما العادة لا لتنظيم أي كأس إفريقيا في المغرب، سواء للنساء للرجال لمخلوقات الأنونيكا. لا 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 وألف لا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا دوروا.